خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 592 642 كان أحد أعظم القادة العسكريين في التاريخ الإسلامي، واشتهر بلقب سيف الله المسلول. ولد خالد في مكة لأسرة قرشية نبيلة، وكان والده الوليد بن المغيرة من زعماء قريش. قبل إسلامه شارك خالد في عدة معارك ضد المسلمين، منها معركة أحد التي قاد فيها فرسان قريش بنجاح وحقق انتصارا لهم. ملامح شخصية خالد بن الوليد: خالد بن الوليد يتميز بذكاء استراتيجي عظيم وحنكة عسكرية. تمكن من تحويل مجرى الكثير من المعارك لصالح المسلمين، مثل معركة مؤتة حيث تسلم القيادة بعد استشهاد القادة الثلاثة، ومعركة اليرموك التي هزم فيها البيزنطيين رغم تفوقهم العددي. عرف بشجاعته الكبيرة في ساحة المعركة، حيث كان دائما في الصفوف الأمامية يقاتل بشجاعة منقطعة النظير. بعد إسلامه أصبح خالد بن الوليد من أكثر القادة ولاء للرسالة الإسلامية وللخلفاء. كان إسلامه بعد معاهدة الحديبية، وقد اعتنقه بقناعة تامة بعد إدراكه لحقيقة الإسلام. وفي معركة اليرموك حقق فيها انتصارا حاسما على الروم في واحدة من أعظم معارك الفتح الإسلامي. قاد خالد جيوش المسلمين لفتح العديد من المدن والبلدان في العراق والشام. في غزوة مؤتة قاد جيش المسلمين بعد استشهاد القادة، واستطاع إنقاذ الجيش بفضل عبقريته العسكرية. خالد بن الوليد لم يهزم في أي معركة قادها، واعتبر من أكثر القادة العسكريين حنكة وتكتيكا في التاريخ. توفي عام 642 ميلاديا في مدينة حمص بسوريا. ورغم أن خالد كان يتمنى أن يموت شهيدا في ساحة المعركة، إلا أنه توفي على فراشه، وقد عبر عن شعوره بالحسرة لعدم استشهاده رضي الله عنه وأرضاه في ساحة المعركة.